بلوجرز كانوا نجوم الشاشات وبقوا عناوين في محاكم الجنايات، تهم بالفضيحة وغسيل أموال ومخدرات وانتهاك القيم الأسرية. في سنة واحدة الشهرة على السوشيال ميديا اتقلبت من حلم لكابوس. تابع الفيديو للنهاية عشان تشوف سوزي وشاكر وعبد العاطي محبوسين ليه. كل مرة تفتح فيها تطبيق في وش جديد بيضحك وبيهزر وبيكسب ملايين، بس اللي ورا الكاميرا دايماً في حكاية تانية، حكاية فيها فلوس وشهرة ونهاية محدش بيتوقعها. النهاردة هتشوف الجانب المظلم من عالم البلوجرز، عالم شكله بيلمع بس وراه أسرار، جرايم وقرارات محاكم بتقلب الدنيا. محمد عبد العاطي، الراجل اللي كان بيبدأ كلامه دايماً بجملة مع كامل احترامي، لكن اللي عمله خلى الناس كلها تسأل فين الاحترام؟ بدأ في ديسمبر 2022 بفيديوهات بسيطة وسخرية شكلها عادي، لكن مع الوقت تحولت السخرية دي لألفاظ نابية وإشارات وحركات خادشة. الفيديوهات دي كان بيكسب منها آلاف الدولارات، من 1000 ل 1500 دولار في الحلقة الواحدة، والمشاهدات وصلت لأكتر من 5 مليون. لكنه نسي إن الشهرة اللي بتيجي بسرعة ممكن تمشي أسرع. وفي أغسطس 2025 النيابة قررت تفتش بيته في أكتوبر، وهناك كانت الصدمة: آيفون 13، 30,000 جنيه كاش، عربية ميتسوبيشي باجيرو، حساب بنكي فيه 818,000 جنيه، وأدلة رقمية تثبت إنه هو اللي بيدير القناة اللي بتنشر المحتوى الفاضح. النيابة وجهت له تهم نشر محتوى مخل وغسل أموال، واتجمدت كل أمواله إلا المرتب والمعاش، وتحول من مجرد بلوجر ساخر لبطل عناوين صحف بس في خانة الجرايم. وبعد أيام قليلة قضية تانية كانت شغالة، بطلتها البلوجر الأردنية سوزي، كانت بتقول إنها بتقدم محتوى جريء، بس الجرأة اتحولت لفحش. سوزي كانت بتتصدر الترند يومياً، لكن المحكمة الاقتصادية قالت كلمتها: سنة حبس بتهمة نشر فيديوهات خدشة والإساءة لقيم الأسرة. النيابة قالت إن الشهرة الزائفة والثراء السريع جم على حساب الشباب والأطفال، والتحقيقات كشفت إنها كسبت مبالغ ضخمة من ناس مجهولة ليهم أهداف خاصة، يعني كانت بتبيع المحتوى وبتشتري الوعي. القاضي ختم الجلسة بكلمة تقيلة: ده مش مجرد حكم، ده رسالة لكل اللي نسي إن الشهرة ليها تمن. وفي الوقت اللي الناس لسه بتتكلم عن سوزي، الأمن كان بيطارد اسم جديد: شاكر محظور دلوقتي، بلوجر من القاهرة الجديدة بيظهر على تيك توك في مقاطع كلها تجاوزات، شتايم وحركات غريبة. لكن لما الأمن اقتحم بيته ما لقوش بس الكاميرات والموبايلات، لقوا جوه الشنطة حشيش وآيس وسلاح ناري مطموس الأرقام. العربية الفخمة اللي كان بيصور فيها كانت مليانة مضبوطات، وهو واقف بيقول: أنا حتى ما بشربش سجاير. النيابة أمرت بتحليل مخدرات، فحص الموبايلات ومصادرة السلاح والعربية، واتحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، والقضية لسه مفتوحة، ممكن تتقلب في أي لحظة. 3 وجوه، 3 نهايات، لكن البداية واحدة: الشهرة. كلهم بدأوا بكاميرا وموبايل، بحلم إنهم يبقوا معروفين، لكن نسوا الخط الأحمر. الشهرة سلاح، ممكن ترفعك فوق أو تدفنك تحت، والفلوس اللي بتيجي بسرعة بتروح أسرع. اللي بدأوا كبلوجرز بقوا متهمين، واللي كانوا بيبسطوا الناس بقوا عبرة ليهم. الشهرة الحقيقية مش بعدد المتابعين، لكن بعدد الناس اللي تحترمك حتى في غيابك. لو عندك كاميرا استخدمها صح، لو عندك جمهور احترمه، ولو حلمت تبقى مشهور افتكر إن الشهرة مسؤولية قبل ما تكون هدف. الشهرة اللي مبنية على الإسفاف مش مجد، دي لعنة، واللي بيضحكك النهاردة ممكن يبكيك بكرة لما تشوف نهايته. صحيح إنهم غلطوا، بس محدش فينا معصوم من الغلط. في وقت الشهرة والفلوس بيغيب العقل أحياناً، وبنشوف ناس كانت بسيطة اتغيرت من غير ما تحس. الشهرة سلاح له وجهين، ممكن ترفعك فوق وممكن توقعك في لحظة.
ربنا يفك كربهم ويهديهم ويرجعهم لطريق الصح، ويجعل التجربة دي درس ليهم ولكل واحد بيجري ورا الأضواء. ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك للقناة عشان الفيديو يظهر لعدد أكبر من الناس، يمكن يكون موعظة ليه قبل ما يقع في نفس الغلط. سلام.